أنا مواطنة كويتية وأمي مصرية، وافتخر إن أنا أمي مصرية. اللي أنا أبي أقوله أو اللي أنا أبي أبدأه إن ريم الشمري غلطت غلط كبير، والمفروض إنها تتحاسب عليه. السلام عليكم، اخباركم ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده الفيديو بتاعنا هيكون مختلف شويه. طبعا موضوع ريم الشمري ناس كتير جدا اتكلمت فيه ويوتيوبرز كتير اتكلموا فيه. النهارده هنتكلم عن ردود الشعب الكويتي على اللي نزلته ريم الشمري. هل هم متقبلين اللي هي بتعمله؟ هل هم متقبلين الكلام اللي هو بيطلع ويتداول منها على السناب شات بتاعها بهدف الشهره مش اكتر؟ هي طالعه عشان خاطر تتشهر، بس ما ينفعش ان هي تعمل شو على حساب الشعب الكويتي وعلى حساب العلاقه ما بين الشعب الكويتي والشعب المصري. قبل ما نبدا الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب للقناه عشان خاطر تتابعوا كل جديد، وحاولوا تكملوا معايا الفيديو للاخر عشان تعرفوا محتوى الفيديو وانا اقصد ايه بالفيديو ده. مبدئيا كده بس هديكم مقدمه عن ريم الشمري للي ما يعرفش عنها اي حاجه. ريم الشمري هي كويتيه للاسف من ام مصريه، انا ما اعرفش ازاي دي من ام مصريه، المفروض المصريات كلهم بيعرفوا يربوا، ما اعرفش ازاي هي طلعت العينه دي. شغاله في وزاره التربيه والتعليم، بس هي ولا عندها ولا تربيه ولا عندها تعليم. فدي مقدمة كده بسيطة عنها. طبعا هي منفصلة عن زوجها من حوالي 20 سنة، وهي دلوقتي عندها 40 سنة زي ما قلنا. طلعت ريم تتكلم كعادتها يعني، وكعادة ناس كتير جدا من الإعلاميين برضو الكويتيين اللي طلعوا زي صفاء الهاشم وحياة الفهد، اتكلموا برضو عن المصريين ان هم مش عايزين الجالية المصرية وانها تقيلة على قلبهم وان المصريين مش كويسين وهكذا في الكلام اللي هم قعدوا يقولوه. طبعا كله كلام افتراء. طلعت في الفيديو بتاعها عمالة تقول الكويت للكويتيين وكلام كده غريب مش مفهوم يعني. هو يعني ليه هي اصلا بتطرح الموضوع دوت وليه بتتكلم في الكلام اللي ملوش اي 30 لازمه ده؟ شوف الفيديو ونرجع نكمل كلامنا. حق المصري الحقير اوكي اللي قاعد يتكلم ان عباله هو حال المواطن الكويتي. ترى الكويت للكويتيين يا حظي، الكويت للكويتيين مو حق المصريين. الكلام اللي هي بتقوله في الفيديو ملوش اي علاقه بالواقع يعني اكيد الكويت للكويتيين، اكيد مصر للمصريين، اكيد العراق للعراقيين، اكيد كل وطن للناس اللي عايشين فيه. يعني ده كلام عادي جدا، واي واحد مصري عارف ان هو متغرب مثلا او قاعد في الكويت او قاعد في اي دوله حتى اجنبيه، عارف ان هو هيجي عليه وقت وهيرجع بلده وهيرجع لوطنه وهيرجع يعيش فيه. فده ما فيهوش اي مزايده عليه. يعني ما فيش ان انت تيجي تقولي الكويت للكويتيين وتطلعي باسلوب الردح دوت تتكلمي عن المصريين، ده كله ملوش اي 30 لازمه. انتم مجرد ناس ماجوره، احنا نجيبكم براتب لخدمتنا، ليش ما تفهمون؟ برضه ملوش اي علاقه ولا اي 30 لازمه ان تطلعي تقولوا انتوا ناس مأجورين. احنا مش مأجورين على فكره. اي بني ادم في الدنيا شغال في اي بلد، سواء مواطن اسباني شغال في العراق، شغال في السعوديه، شغال في الكويت، مواطن امريكي شغال في اسبانيا، شغال في اي حته، هو شغال بمقابل. واحنا شغالين في الكويت او شغالين في اي دوله في العالم كله، او اي بني ادم بيشتغل في اي دوله في العالم كله بمقابل انا بديكي خدمه، تمام، وانت بتديني فلوس نظير الخدمه دي. زي ما انت برضو عايشه في الكويت وفي ناس كتير جدا في الكويت انت بتاخدي منهم خدمات وبتدفعي مقابلها فلوس، فاحنا مش مأجورين. لازم تفهمون شيء واحد، انتم مجرد ناس تشتغل عندنا، تشتغل لخدمتنا، فهموا؟ الكلام اللي انت بتقوليه ده كلام برضو يعني مسترسل وكلام عادي جدا، واي حد فعلا بياخد اجر نظير الشغل اللي هو بيعمله. احنا مش شغالين لله والوطن، ولا انت بتصحي الصبح وتروحي دوامك وتروحي شغلك وشغالين لله والوطن، اكيد بتاخدي برضو نظير الخدمه دي. فانت برضو من ضمن المأجورين اللي بيقدموا خدمات للكويت، تمام، نظير مال او نظير ماده. المصريين جايين يشتغلون بفلوس مو ببلاش، برشاوي، ما شرطوا عليهم يجون يشتغلون الا دفعوا رشاوي لكم يا خونه. فمالوش لازمه انك تطلعي تقولي انتوا ناس تشتغلوا عندنا وانتوا ناس مأجورين، والكلام الفارغ اللي انت بتقوليه ده ملوش اي علاقه ولا ليه اي اساس من الواقع، عشان خاطر بس تجيبي حبه متابعين على السناب شات بتاعك. ودي طريقه قديمه جدا، بس للاسف كل اللي هيبقوا الناس بتتابعك مش بتتابعك عشان انت بتنزلي محتوى ولا ان انت شخصيه ناجحه او شخصيه كويسه، بتتابعك عشان انت شخصيه سلبيه عايزين يشوفوا اخرها ايه. يعني انت نظره الناس ليكي هتبقى نظره زي الزفت اصلا. فمش عارف ازاي انت متقبله ده اسلوب الشهره الرخيص ده، تمام، ما بقاش دلوقتي يعني بياكل عيش زي ما بيقولوا. والادل بقى من كده يعني احنا لما بنيجي نتكلم على اسلوب الشهره اللي هو فيه الحاجات السلبيه، انك تطلعي حاجه كده عشان خاطر تتشهري بسرعه، ماشي. في ناس بيبقى يعني ساعتها بيبقى التارجت بتاعهم ان هو يعملوا حاجه والناس تقعد تقول دي حاجه خايبه وتقعد تتريق عليها، وبرضه يكملوا في انهم يسمعوهم
وفي نفس الوقت هم بيتشهروا. لكن للاسف دلوقتي انت بتتشهري على حساب دولتين، يعني على علاقه مصر بالكويت. لما انت تطلعي تقولي كده وكل المصريين يتحمقوا لمصر وكل الكويتيين يطلعوا يتحمقوا للكويت وتعملي فتنه ما بين البلدين، انت كده استفدتي ايه؟ فالنوع ده من المحتوى اللي انت بتقدميه او من النوع دوت من الحاجات اللي انت بتقدميها هي لا تمثل الكويت ولا تمثل مصر ولا اي مواطن في الوطن العربي ولا ليه اي مله اصلا هيقبل اللي انت بتعمليه ده، لانه اصلا ملوش اي لازمه. والمفروض احنا كمسلمين المفروض ما يكونش عندنا اي عنصريه، بس للاسف انت واللي زيك عندهم عنصريه مش موجوده عند اي حد من البشر. انا كفايه عليا اللي انا قلته دلوقتي، بس انا هعرض عليكي ردود الشعب الكويتي اللي احنا بنحبه وبنحترمه عليكي وعلى التصرفات بتاعتك. كلهم تبرؤوا منك وقالوا ان انت لا تمثلي الكويت، ولا ينفع ان انت اصلا تتكلمي بلسان الكويت، انت اخرك تتكلمي بلسان نفسك والناس تنتقدك وتكرهك ولا تحب تشوفك ولا تديكي اصلا الاهتمام اللي الناس كلها اديتهولك. هنشوف الفيديوهات بتاعت الكويتة بيقولوا ايه على ريم الشمري ونرجع تاني. انا لا اخاف من، لا انا من اسرى الحاكمه الكويتيه، ولا يهمونكم اللي يسبون، لا يهمونكم اخواننا المصريين، انتم ضيوف عندنا وعيالنا. انا من اسرى الحاكمه، لكن الخونه اللي قاعدين يسبون. ده كان رد الشيخ فهد الصباح من الأسرة الحاكمة على الإنسانة اللي اسمها ريم، اللي هي بتقول أي كلام وبتحاول تفرق ما بين المصريين والكويتيين وتبوظ العلاقة ما بين الجالية المصرية والشعب المصري، اللي أكيد هيتضايق من التصريحات اللي هي طلعتها على الجالية المصرية في الكويت. فانا عايز اقول ان لا، في امثله كويسه جدا في الكويت، وفي ناس كتير جدا كتير جدا، ودي ممكن نقول النسبه العظمى اللي هي بتتكلم كويس جدا عن المصريين وعارفه فضل مصر وعارفه يعني ايه مصر بالنسبه للوطن العربي. مش نطلع نلاقي واحده زي ريم الشمري دي تبوظ العلاقه ما بين البلدين، ونطلع نشوف امثله كده فرديه ملهاش اي 30 لازمه زي حياه الفهد وصفاء الهاشم وريم الشمري. فيديو من امس والكل قاعد يتكلم عنه، والمهم يعني حق واحده بصراحة يعني في ناس ما يستاهلون ان الواحد يذكر اسمائهم اساسا. وبالالفين تسبون المصريين واطلعوا عن بيت، انتم ببيتكم، انتم بيتكم هذا بيت الصباح، دولة الكويت هذه بيت الصباح، الحكام الصباح كلهم من اولهم ما يرضون، الجيش الكويتي ما يرضى، الحرس الوطني ما يرضى، واغلب الشعب الكويتي ما رضى بهذه الفيديوهات، وشن هجوم كبير على الأشخاص اللي طلعوا وتكلموا بهالطريقة. لا، هذول ما يعكسوننا، هذول يعكسون تربيتهم وأخلاقهم وأخلاقياتنا. لا، احنا ما نبي الجالية المصرية، انا اعترف، انا اقول احنا ما نبي الجالية المصرية، لان اوسخ جالية، ما اقول كلهم، 90% وسخين، اللي بالكويت وسخين. للاسف الموضوع ما تطورش بس من ريم ان هي تطلع تتكلم على الجاليه المصريه وعلى المصريين اللي عايشين في الكويت وعلى مصر عامه، لا دلوقتي دخلت كمان بتتدخل في شؤون ملهاش اي علاقه. انا اقول روحوا فتشوا موضوع اثيوبيا، ترى صدق الموضوع قوي، خلاص بيفتحون الفاد، روحوا فتشوا. تحس كده ان هو شغل رتح كده على اليوتيوب او على السناب شات او وات ايفر، يعني البلاتفورم اللي هم شغالين عليه او بينزلوا عليه الفيديوهات دي، رتح كده ملوش اي 30 لازمه. يعني تدخلت حتى بتقول يا روحوا المصريين يتشطروا على اثيوبيا ولا على سد النهضه ولا انت مالك اصلا بالشؤون المصريه ولا العلاقات المصريه ولا ايه انت مالك اصلا بالكلام ده ان انت تتدخلي فيه ولا تجيبي سيرته اصلا؟ لان ما عندكم حريه الراي، مو نفسنا، احنا ديره الخير، ديره القانون، ديره حقوق الانسان اللي هم فاقدينها. يعني انت مشكلتك مع الجاليه المصريه او مشكلتك مع مصر دلوقتي تطورت ان انت كمان بتخش في الشؤون السياسيه المصريه او الشؤون القياديه بتاعه مصر، المفروض ان انت مالكيش اي دعوه بيها ولا تتكلمي عليها، ما تتدخليش في حاجه لا تعنيكي، ركزي بس في اللي انت فيه وفي التربيه والتعليم اللي انت ولا متربيه ولا متعلمه اصلا. السؤال هنا اللي انا عايز اشوفه يعني معاكم او اناقشه معاكم، ليه الحالات الفرديه دي بتطلع من دوله الكويت بس؟ يعني ليه مثلا ما بنشوفش الحالات الفرديه ديت من اي دوله تانية، من الجزائر، من تونس، من السعوديه، من اي دوله تانية عربية، حتى لو كانت دولة حتى أجنبية؟ ليه ما بنشوفش فيديوهات من دي بتطلع أو حالات فردية زي دي بتطلع كده على التلفزيون وتتكلم عن مصر؟ أنا مش قادر أفهم ليه، إيه مشكلة الفيديوهات اللي بتطلع أو الأشخاص العنصريين اللي بيطلعوا من الكويت يتكلموا على مصر؟ أنا طبعا الكلام دوت مش تعميم، أنا بخصص أشخاص معينة اللي أنا حتى شفتهم بس زي ريم وصفاء الهاشم وحياة الفهد.
الثلاث حالات دول طلعوا بيتكلموا على مصر بطريقه مش كويسه، وبيتكلموا هات الدفاتر تنقرا زي ما كانت صفاء الهاشم بتقول، وبرده زي ريم دي طالعه تتكلم على حاجات في السياسه المصريه ملاش ان هي تتدخل فيها اساسا. انا مش عارف ليه ما شفتش اي وجه خلاف او اي كلام زي دي من حالات فرديه طلعت مثلا من دوله زي اليمن او من سوريا او من الجزائر او من تونس او من السعوديه او من اي دوله عربيه تانية، وكلنا بنقول ان احنا كلنا اشقاء واخوات والكلام ده. بس الامثله اللي زي دي ما ينفعش ان هي تفرق ما بيننا او تحط حواجز او تطلع الجيل اللي طالع، يعني الاجيال الصغيره ان هي تبقى طالعه شايفه واحده زي ريم دي بتتكلم على المصريين بالطريقه ديت والموضوع يعدي مرور الكرام. لا ما ينفعش، لازم يكون في وقفه تمام من دوله الكويت تجاه واحده زي دي، ان الحالات الفرديه دي المفروض ما تطلعش اكتر من كده او ما تظهرش على السوشيال ميديا، او يكون في اجراءات محدده للحد من الموضوع دوت، لان كلنا في الاول وفي الاخر اخوات وكلنا مسلمين، كلنا عرب ومسلمين مع بعض. ما ينفعش ان يطلع حالات زي دي نبقى نشوفها على سناب شات وتتكرر اكتر من كده. نقطه مهمه عن الدور المصري الكبير في تحرير الكويت. الجيش المصري من أول الجيوش اللي دخلت لتحرير، من الجيوش العربية لتحرير الكويت. طبعا مش محتاج أتكلم عن فضل مصر على الوطن العربي كله، وعن ان مصر هي اقوى جيش في المنطقه وتاسع جيش على العالم، وان مصر هي الدرع اللي هيحتمي فيه كل العرب بعد كده لو حصل اي مشكله او اي تدخل اجنبي في اي دوله من الدول. مش محتاج ان انا اتكلم عن مصر وعن تاريخ مصر لان كتير من الناس اتكلمت فيه وغني عن التعريف. لا حد ينسى تاريخ مصر. مصر قبل الدول العربيه كلها هي موجوده، ارض الانبياء، الأرض التي تجلى عليها الله سبحانه وتعالى. مش محتاج برضو أعرفك يا ريم إن الدكاترة والمدرسين اللي كانوا بيدرسوكي والمفروض ان هم علموكي بس شكلك انت ما اتعلمتيش حاجه ولا تربيتي اساسا، الناس دي كانت مصريين. الدكتور اللي موجود في الكويت هو اللي بيعالجك هو مصري. الجاليه المصريه اللي انت مش عاجباكي او بتتكلمي عليها دي ليها فضل كبير جدا عليكي. انت لو تعبتي دلوقتي ولا دخلتي اي مستشفى من الطوارئ او اي مستشفى تانية هتلاقي اللي بيعالجك دكتور مصري. هو افضل له لما يشوف العينه دي يسيبك تموتي ونخلص منك لانك اصلا ما تستاهليش حتى العلاج. انت انسانه عنصريه، ما ينفعش ان انت تتعالجي او يبقى في العينات دي منك في الوطن العربي بتاعنا. فانا مش محتاج ان انا اعرفك فضل المصريين حتى من زمان على الكويت وايام الحرب اللي كانت في الكويت وحاجات كتيره جدا حصلت في الكويت مصر تدخلت فيها وخلت الكويت هي الكويت دلوقتي. فما ينفعش ان انت تتكلمي عن المصري او القياده المصريه او تتدخلي في الشؤون السياسه المصريه وتطلعي تطقطقي زي ما بتقولي او تتريقي زي ما احنا بنقول بالمصري على اي حاجه احنا بنعملها، تقولوا روحوا اشربوا انتوا شربوا من المجاري، تشربوا مش عارف ايه. احنا 100 مليون، انت متخيله؟ احنا 100 مليون. محافظه مثلا زي محافظه اسكندريه ممكن تعمل كمساحه وعدد سكان 10 او 20 من الكويت. فما تجيش تتكلمي على مصر بتعداد سكانها بامكانياتها بتاريخها وتقارنيها باي حاجه، لان مصر ما ينفعش تتقارن باي دوله في العالم. واحنا مش هنيجي نتكلم ونقول فضل مصر وان مصر فعلا من الدول العظمى وان مصر اي عربي يفتخر ان مصر موجوده في الوطن العربي وجيش مصر موجود في الوطن العربي. الكلام الاخير ده بقى للمصريين، مش عايزك كواحد مصري انك تصدق مثلا اي فيديو تشوفه مثلا على اليوتيوب ان يقول لك رد الرئيس السيسي على ريم الشمري او الكلام ده. اكيد مش رئيس دولتنا هيطلع يرد على واحده زي دي ملهاش اي 30 لازمه ولا ليها اي صوت اساسا ولا ليها اي رد فعلا او ليها اي قرار في اي حاجه ولا تقدر تغير اي حاجه بالكلام اللي هي بتقوله. احنا اكبر من كده واحنا كدوله اكبر من كده والقيادات احنا الحمد لله اكبر من كده. وانا واثق ان الاداره الكويتيه هتعرف تاخد قرارات او هتتخذ اجراءات مع الاشكال ديت اللي بتطلع تتكلم وتعمل فتن ما بين الدول العربيه، لان ده اكيد طبعا مش مقبول بالمره. انا عايز برضه اقول حاجه اخيره، يعني انا ما شفتش يعني في الظروف اللي احنا فيها دي المفروض في فيروس وفي تحديات كبيره والكلام ده، المفروض ان احنا نكون بنقرب اكتر لربنا او بنتحد عشان خاطر نواجه الفيروس ده، لان في يوم وليله ممكن ناس كتير جدا معانا ما تبقاش موجوده في الدنيا. انا مش عارف هل هو ان هي تطلع تقول حاجه زي دي او تطلع تصريحات زي دي تعمل خلافات ما بين اشخاص معينه ويطلع بقى على تويتر بقى الناس ترد على بعض ويبقى في مشاحنات ما بينهم وبين بعض على ايه؟ يعني انت استفدتي ايه عشان خاطر تجمع حبه متابعين وحبه لايكات وحبه حاجات على السناب شات؟ طبعا الكلام ده كله يعني سياسه يعني او طريقه يعني
يعني اقل وفي الفاظ انا مش عايز اقولها، ان في اكيد ناس بتتفرج على الفيديو ده ناس محترمه، ما ينفعش ان هي تبقى بالمستوى ده. في نهايه الفيديو احب اكد ان العلاقه ما بين مصر والكويت عمر ما هيهزها 100 واحده زي ريم او 100 واحده زي صفاء او حياه الفهد اللي بيطلعوا يتكلموا ويقولوا اي كلام. واتمنى ان العلاقه تفضل طيبه ما بين الشعب الكويتي والشعب المصري. اتمنى الكويتيين اللي هم طلعوا وردوا في الفيديوهات على ريم والكويتيين اللي بيشوفوا الفيديو بتاعي ان هم يعلموا اولادهم مصر وفضل مصر على كل الدول العربيه، والمصر بالنسبه لهم ايه، ويزرعوا جواهم الوطنيه والعروبه، وان احنا كلنا في الوطن العربي وكلنا مسلمين وكلنا اخوه. ما يطلعش اي حاجه طفرات كده عنصريه تاثر عليهم او تخليهم ان هم يفتكروا ان مصر مش كويسه مثلا، او ان في حرب ما بين مصر والكويت، او ان في اي مشاحنات ما بين مصر والكويت. احنا كلنا اخوه وكلنا بنحب بعض وكلنا مسلمين في الاول وفي الاخر. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب للقناه عشان تتابعوا كل الفيديوهات اللي هنزلها في المستقبل. واتمنى اشوفكم على خير، واتمنى ان احنا نبقى على طول دعم لبعض ونوصل ان شاء الله لاحسن حاجه في الدنيا، ونكون يعني فعلا دول عظمى ودول على مستوى كبير جدا، وربنا يحفظنا من الازمه اللي احنا فيها. واشوفكم على خير والسلام عليكم.